السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير اوي اوي اوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى فيديو جديد ويوم جديد، وتعالوا بقى نسمي بالله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. طبعا حبيبة صممت ان هي اللي تتكلم وتيجي معايا في الفيديو، فانا ما حبيتش ازعلها يا جماعة وخليتها جت معايا في الفيديو. طبعا ده حاجة تبسطني اوي اوي، وكانت بقى بتساعدني وبتعمل معايا. هتقولوا لي ما انت كل يوم بتعملي الفيديو ده والتنظيف ده والروتين ده. هقول لكم عارفة والله يا جماعة، بس انا حابة ان انا اعمل لكم تغيير النهاردة واوريكم انا هعمل ايه. وطبعا انا هستناكم تشجعوني طبعا بلايكات حلوة كده، وتحطوا لنا لايك وشير كده وتقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديو. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. والله يا جماعة ده اللي انا بعمله على طول، يعني النشاط بتاعي ده، يعني التغيير في البيت بيبقى حاجة بتبسطني قوي. بحس ان انا عملت حاجة، بحس براحة نفسية، ما تحسيش بملل خالص. تحس في تغيير عندك اصلا، تحس ان انت داخله شقه مش شقتك، والكلام ده انا قلت لكم برضو قبل كده. فانا النهارده حبيت ان انا انقل البار بتاعي من مكانه، اوديه مكان الكنبه واجيب الكنبه مكانه. ورجعت بقى قعدت احير في نفسي واحط البار واجيب البار. وعايزه اقول لكم ان هو كان تقيل قوي قوي وانا بزقه، والرخامه بتاعته كانت متقله جدا، لان هو ما شاء الله كان كبير زي ما انتم شايفين طول الحيطه. انا طبعا حطيته هناك كده مكان الكنبه وشديت الكنبه الاول. بس عايزه اقول لكم ان هو ما نفعش مكانه. يعني هو كان شكله شيك، بس ما مش اللي هو اللي انا كنت عايزاه. طبعا انا خدت ب... ب... الاراء طبعا، اللي قالوا لي لا مش حلو. فانا طبعا رجعت غيرته تاني. حماتي بقى طلعت وقالت لي لا شكله مش لطيف مكانه. سلفاتي طلعوا طبعا وقالوا لي نفس الكلام. فانا رجعت تاني غيرته واشتلته من مكانه وحطيته، واشتلته من المكان اللي انا حطيته فيه. رجعت تاني حطيته في مكانه. حسيت ان هو اشيك مع النيش وحلو اوي اوي مع النيش، يعني اللي شكله حلو مع النيش. شفتوا بقى النشاط والحيوية اللي احنا فيها. طبعا احنا عشان احنا بنكنس كده من على الوش وسايبين تحت الكنبة وتحت البار، بس دي مصلحة ليا طبعا ان انا شديت البار عشان انضف تحته. فحبيبة طبعا قالت لي لا يا ماما انا هعمل معاكي انا الفيديو، انا اللي حابة اساعدك واعمل معاكي الروتين النهارده. قلت لها ماله. انا بقى دلقت شوية مية كده عشان يسهل عليا الموضوع وانا بزق البار. كان طبعا متعب جدا وهو بيتزق. قمت شايله الادراج بتاعته، بعد من كده ركبتها. يعني الرخامه ما ينفعش ان هي كانت تشال خالص، لان ما شاء الله انتوا عارفين طوله قد ايه، وما كانش ينفع يشال. هنا بقى حطيناه في المكان ده. قولوا لي ايه رايكم، كان هنا احلى ولا هنا احلى؟ استناكم تكتبوا لي وتقولوا لي ايه رايكم. فانا طبعا حطيته هنا ورجعت تاني شديته. حطيت بقى الكنب بتاعي. رجعته تاني حطيته جنب بعض كده. طبعا كان الكنبة بارزة شوية، يعني مش مضيقة المكان ولا حاجة، بس كان شكلهم اشيك مع بعض. بس عشان انا ما ارتحتلهمش كده، رجعت تاني اشتلتهم وحطيتهم في المكان المناسب ليهم وحطيتهم مع بعض. وكان شكلهم شيك برضو وشكلهم جميل. وهتشوفوا الشكل النهائي بتاع الطقم شكله عامل ازاي، وتقولوا لي ايه رأيكم. الشكل اللي انا عملته ده احلى ولا كان الاول احلى؟ كل كرسي وكنبة جنب بعض، ولا الكرسيين جنب بعض والكنبتين جنب بعض؟ هستناكم تقولوا لي ايه رأيكم فيه. طبعا البرقع بتاعي مش واكل مع الانتريه خالص، بس ما علينا. يعني هو بقاله 12 سنة متعلق. التعليقة دي كان بيتنزل يتغسل وتعلق تاني يا جماعة، فما اقدرش ان انا افرط فيه. وطبعا انا ما اتعودتش ان انا اسيب المكان فاضي كده، عشان كده انا سبته زي ما هو، ما غيرتوش ولا اشتلته من مكانه. وحبيته. يعني هو ما كان فضل فترة ما كانش عاد موضة، بس طبعا القطيفة والكلام ده كله رجع موضة تاني. ده كان بقى شكل النهائي بتاعه في المكان ده. قولولي ايه رأيكم، كده احلى ولا رجعه تاني مكانه؟ طبعا رجعت جبت السفرة تاني هنا، حطيتها مكان البار. حبيت اعمل التغيير بتاعي برضو.
ورجعت تاني اشتريت السفرة. انا بحب ان انا احط الحاجة مكانها كده، اخد فكرة، اجرب اشوف هتبقى احلى ولا اشيك ولا مش حلوة في المكان ده ولا ايه. يعني كل ده مش بياخدش معانا وقت والله يا جماعة. يعني لما تقعدي كده بدل ما نقعد بقى نتكلم ونرغي كده في الفاضي، او نقعد بقى نقول كلام ملوش لازمة، او نمسك التليفون على النت طول النهار، لا نقوم بقى نشوف ايه مصالحنا، نغير في الشقة كده، تحسي ان انت داخلة شقة مش شقتك. جوزك نفسه هيحس بتغيير، هيحس براحة نفسية في الشقة. بالنسبة طبعا ان احنا عارفين ان الرجالة بتحب النظافة جدا جدا، وبيحبوا ان في تغيير على طول. يعني في تغيير في الشقة، في طبعًا في الأكل، في أي حاجة أنتِ بتحبي تعمليها، هو هيبقى مبسوط بها جدًا وهينبهر بها جدًا، جدًا. أنا عايزة أقول لكم إن أنا جوزي واخد على كده يا جماعة من يوم ما اتجوزت وأنا باعمل الكلام ده كله. يعني والله مش عشان إن أنا باصور معاكم فيديو وخلاص، أو إن أنا أوريكم مثلًا وأتعب في نفسي وأوجع في قلبي وأرجع أشتغل وأحط تاني، لأ. أنا واخدة على كده أصلًا، أنا باحب إن أنا أنضف وأضبط الشقة على طول، وأغيّر فيها كده كل حاجة أشيلها من مكانها كل فترة، أحس براحة نفسية. وعايزاكم بقى تقولوا لي إيه رأيكم، أشيل الصور اللي في الشقة وأشيل البرواز الكبير بتاع البار، والّا أسيبه زي ما هو يا جماعة؟ قولوا لي إيه رأيكم. أنا من رأيي أنا حابة إن أنا أشيل البرواز ده خالص، وحابة إن أنا أشيل الصور شوية، بس أنا هاستناكم بقى تقولوا لي إيه رأيكم. هنا طبعًا حطيت السفرة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بس حسيت إن الكراسي بتاعتها مش نضيفة، الكسوة اللي أنا حاطاها عليها. طبعًا اشتريناها وعشان أغسلها وأنا فعلًا غسلتها. هنا بقى الشكل أهوّة، قولوا لي بقى رأيكم. دخلت بقى على النيش، عايزة أقول لكم إن مليكة طبعًا بتيجي تهبد عليه، بس أنا قافلاه خالص. يعني النيش أنا عملت له مسمارين من تحت كده، دقيتهم فيه وقفلته خالص عشان خاطر ما بيتحركش. طبعًا هو جار يا جماعة، فعشان كده هو ما بيتحركش معايا، الضلف بتاعته ثابتة. عايزة أقول لكم أصلًا النيش ده مالوش أي لازمة والله، فلوس في الفاضي وتكلفة في الفاضي، فده حرام جدًا والله. إحنا ليه ما نشتريش حاجتنا دي ونستعملها ونستخدمها، ونلغي موضوع النيش ده خالص، مالوش أي لازمة. عارفين لو هي ضلفة واحدة بس من اللي شكلها رقيق كده وشيك أحسن من ده كله. عايزة أقولكوا إن الحاجة من كتر الركنة بتبوظ والله، ما بتبقاش حلوة خالص. الفناش بتاعي ده لازمًا كل فترة كده يتمسح ويتنضف كده يا جماعة زي ما انتم شايفين. أنا باشتري الحاجات اللي في قلبه ديّة وبانضفها وباروقها على طول. باحسها إن هي جديدة طبعًا. بس عايزة أقول لكم إن كتر الركنة فيها والله بتتكسر، أنا باجي أطلعها بالاقيها متبهدلة جدًا ومتكسرة. ودي طبعًا الشكل بتاعه. شُفتوا بقى الجمال والحلاوة، ما شاء الله، ما شاء الله يا جماعة. في حاجات يعني والله تعدّي، بقت حاجات دلوقتي غالية جدًا، يعني بفلوس كتير جدًا، جدًا. فإحنا ليه بقى يا جماعة، ليه الحاجات ديّة ما نستعملهاش ونستخدمها ونسيبنا من موضوع النيش ده؟ والله حرام طبعًا، الدنيا غِلت وكل حاجة غِلت، ما عادش له فايدة الكلام ده. أنا حابة إن أنا ألغي النيش بتاعي ده خالص واستخدم حاجتي والله. يعني ما عُدتش حابة إن أنا أعين الحاجة بتاعتي. أنا ما اشتريتش أي حاجة خالص وحطيتها في النيش بتاعي من يوم ما اتجوزت والله. هي دي حاجتي، وهو ده النيش زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي. حبيبة بقى اشترت الكسوة كده. هنا طبعا بقى حبيت أعمل تغيير للبار بتاعي. اشتريت بقى كل الحاجات اللي عليه، حطيت بقى عليه مفرش زقنطوط زي ما انتم شايفين كده اللي هو الفرو. طبعا أنا قصيت دي. حطيت البونبونيرة دي بس كده، حبيتها بس إن هي تبقى تغيير. حطيت الحتة اللي اتبقت مني ديّة في الصالون زي ما انتم شايفين كده. هنا طبعًا قمت قاصة الحتة ديّة وحطيتها هنا. حطيت ديّة الفتحة اللي هي الأرش الزقنطوط ده بتاع المطبخ، حطيتها بقى بالطريقة ديّة. يعني حبيت أقيسها كده وأشوف المقاس بتاعها قد إيه، حطيتها وقمت قايساها. وبعد من كده طبعًا قصيتها وحطيتها بقى، بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده بقى الشكل النهائي بتاعي. قولولي ايه رأيكم، كده أحلى والّا الأول يا جماعة؟ هاستنى رأيكم. طبعًا أنا فتحت باب الشقة بتاعي الأساسي، أنا كنت بافتح الباب التاني، ده الباب بتاعي شقتي الأساسي. حبيت إن انتم تشاركوني كل حاجة أنا باعملها وتقولولي ايه رأيكم فيها،
تقولولي الشقة بقت عاملة ازاي. والله حسيت بتغيير جامد، وحسيت ان هي وسعت. طبعا انا ما فرشتش لسه السجاد بتاعي، انا كنت غسلاه، وكل يوم يعني ايه بقى انا هنغسل سجادتين بسجادتين كده. طبعا كان اخر السجادتين عندي في الحمام حطاهم اغسلهم. انا هنا الكنبه بتاعتي ديت جبتها هنا، قلت اعمل تغيير برضو. لقيتها شكلها احلى هنا. هنا بقى الصالون انا ما حبيتش ان انا اشتغله من مكانه، لقيته احلى برضو في المكان اللي هو فيه، شكله حلو. وهناك كده الصالون يعني حاسه براحه نفسيه فيه. طبعا انا حابه ان انا اشتري الستاير اللي هي متعلقه على الحيطه ديت، اللي هي بتاعه الولاد. هي ستاير يا جماعه، مش صور ولا حاجه، مش صور فعلا، هي ستاير. انا حبيت ان انا اعملها لهم كده مفاجاه، وكنت حابه ان انا احط لهم صورهم عليها. طبعا البر بتاعي ده بر في اوضه النوم، انا حطاه كده عند البلكونه. ده طبعا مكانه من يوم ما اتجوزت برضو. حابة برضو ان انا الغيه من هنا اوسع لنفسي البلكونة. هنا بقى انا اشتلت الكسوة بتاعة الركنة ديت اللي انا حطاها ديت، اشتلتها عشان خاطر اغسلها. ومسكت طبعا المقشة وقعدت انضف. عايزة اقولكم والله يا جماعة المقشة في في التنظيف جميلة جدا، والله جميلة جدا جدا. يعني انا ما كنتش عارفة ان انا انضف الركنة بتاعتي ازاي. جبت المقشة وقعدت انضفها، لقيت طالع منها كمية تراب، يعني كانت حلوة جدا. ما شاء الله فكرة المقشة ديت، فجربوها مش هتخسروا اي حاجة. انا بقى اشتلتهم. مسكت بقى برضو المقشة، وكانت المقشة بتاعتي نظيفة طبعا، مش ان انا مبهدلاها ولا حاجة، لا هي كانت جديدة اصلا. او ممكن انت تغسليها وتستخدميها، تنضفي بها الركنة، تنضفي بها الانتريه، تنضفي بها الحيطة بتاعتك. انا عملتها كده، انا نضفت بها الركنة بتاعتي، نضفت بها الانتريه، نضفت بها الحيطة بتاعتي. كان في عنكبوت اشتلته طبعا. ما احنا داخلين على الشتا بقى، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، دي تنظيفة الشتا طبعا. فلازم كل فترة كده ننكش كده ونقلب الشقة. هشتغل بقى ملاية السرير بتاعتي ديت واغيرها. وهشتري الستارة عشان اغسلها برضو. واشتري الروز بتاع المخدات ديت، لان حسيت ان هي متوسخة شوية، انا عايزة تتغسل. فانا هشتلها وهغسلها. جيت افتح السوست عشان اغسل المخدة، قلت لا هي نظيفة، لا اسيب ديت مش مشكلة. غسلت التانية وخلاص، عشان خاطر ان انا اخيطها. بعد من كده بقى نضفت التسريحة بتاعتي برضو. التسريحة كانت متبهدلة شوية، مسكتها برضو نضفتها وروقتها. شلت طبعا المكياج اللي عندي اللي انا مش عايزاه، دي برضو لاصحاب نصيبه يا جماعة، لان هي عندي علبة مكياج جديدة وحلوة. يعني ما ينفعش ان انا ارميها، يعني خسارة بصراحة. يعني الحاجات اللي زي ديت ما بتترماش، انا بديها لاصحاب نصيبها. وانا قايله لكم الكلام ده في فيديو قبل كده والله، مش ان انا اي حاجة عندك ترميها، لا. طبعا بقى زي ما انتوا شفتوا بالطريقة ديت، لميت بقى كله، ولميت الملاية بتاعتي، ونضفت السرير نفضته. وجبت بقى البرقع بقى، انا كنت ببص عليه لقيته نضيف اللي هو فوق السرير. غيرت بقى المراية بتاعت السرير بتاعتي بالشكل ده. دخلت بقى على التسريحة بتاعتي بقى، اشتلت الستارة الاول عشان اغسلها برضو معايا. بعد من كده بقى اسيبها تنشف شوية، وبعد من كده اقوم حطاها، عشان ما ينفعش اسيب المراية بتاعتي بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اشتريت بقى الحاجات دي كلها. انا حبيت اوريكم علبة المكياج يا جماعة، ان هي جديدة اهيت، والله ما فيها اي حاجة ولا متبهدلة ولا حاجة. انا ما استعملتهاش اصلا يعني. وريحتها اصلا كانت طالعة حلوة، ما كانتش ان هي متبهدلة ولا حاجة. اهي زي ما انتم شايفين. فانا يعني خساره ان انا اسيبها على التسريحه وما استعملهاش. ولا في ناس بتحب الحاجات دي جدا، فيعني نديها لاصحاب نصيبها طبعا، اللي بيحب المكياجات والحاجات ديت، مش خساره في حد. او مثلا حد رايح يتجوز على قد ظروفه طبعا، مفيش اي مشاكل. انا بقى رحت مليت الغسالة واشتلت بقى الحاجات اللي انا حطيتها ديت، وقمت حطاها بقى. غسلت الكسوة بتاعة الكراسي والملاية والستاير بتاعتي، والحاجة اللي انا اشتلتها غسلتها. ما ينفعش ان انا كنت اسيبها. حطيت طبعا شوية
دي تقول برسيل جل يا جماعة، بس هو انا حطاه معطر في قلب الازازة دي، لان البرسيل الجل بتاعي كان خلصان فحطيت بقى معطر. إيه، انا بقى جبت الملاية بتاعتي حطيتها، كانت الغسالة اتملت زي ما انتوا شايفين. ملناش دعوة طبعا بالحبل بتاع الغسالة، احنا بنحب نربط الغسالة على طول. دي الكسوة بتاعت الكراسي، يعني هي عشان الغسالة سبتها تدور مع نفسها كتير في البتاع. لو كنتوا سامعين خبط ولا حاجة معلش بقى للصوت يا جماعة، اسفة طبعا للصوت. مهما لو ما كانش صوت مليكة يبقى صوت مين يا جماعة؟ معلش اعذروني. دخلت بقى عملت بقى العنكبوت اللي انا بقولكوا عليه اهوت، مسكته بقى تنضفتها كده بتنظيفة حلوة، وما شاء الله كانت حلوة. ما كانش في عنكبوت ولا حاجة برضو، بس يعني حاجات بسيطة كده، فحبيت ان انا برضو انضف كده والدولاب وكله، يعني احس بنظافة بجد، يعني احس بتغيير جامد كده. ما نحسش ان احنا بننضف من على الوش كده وخلاص، لا ننضف بقى تنظيف جد بقى. ننضف نبقى ننضف كل حاجة بجد بجد، يعني ما نسيبش الحاجة كده. شفتوا بقى كمية التراب دي بجد اللي كانت عندي متبهدلة وما كنتش عارفة اعمل فيها ايه بصراحة. فالفكرة دي عجبتني جدا، يعني انا وقفت كده قلت اما اجربها، لقيتها حلوة جدا. طبعا المفرش بتاعتي ديت انا كنت راح اعينها، ففرشت مفرش واحد منها، قلت تغيير برضو وحبيت اغير. يعني انا بغير بقى غير مرة واحدة، والحاجات ديت انا عينتها طبعا عشان استخدمها تاني، يعني البونبونيرة والحاجات ديت يعني اشتلتهم شوية. طبعا مليكة بقى كانت واقفة معايا في الحمام، وكنت خايفة لا هي تقع والله يا جماعة. فقلت لاختها بقى تعالي اشتريها يا حبيبة شوية، يعني انا عارفة ان هي بتخبطهم وبتزهقهم، بس هنعمل ايه؟ العيال كلها متعبة يا جماعة والله. فربنا يعيننا ويقوينا كده على اللي احنا فيه. انا بقى بطلعهم حاجة بحاجة كده وبعصرهم برضو من غسالة. يعني ما لازم انا اعصر الهدوم حلوة قوي الاول، عشان طبعا الوسخ والتراب اللي فيها، والتشطيف بتاعها اهم حاجة. انا طبعا بشطف في بانيو عادي صغنطوط كده، يعني بشطف فيه. ما عنديش طبعا الغسالة اللي في الاوتوماتيك اللي انتوا بتشوفوها والكلام ده، او الاوتوماتيك الكامل. حلوة ديت اوي رضا، احنا راضيين بها وحلوة وجميلة وزي العسل. غيرنا ما عندوش الكلام ده خالص، فاحنا راضيين باي حاجة. بعد من كده بقى انا هخش بقى على المطبخ. انا اتفاجئت في المطبخ، لقيت العيال مكركبينه جامد، بس انا ما صورتلكوش المطبخ يا جماعه والله، لان انا عامله معاكم فيديو قبل كده. ولقيت وليد بقى عامل لي شاي معاه، يعني كان بيعمل لباباه ولقيته عامل لي شاي معاه. فدخلت بقى اتفاجئت بالمطبخ، دخلت نضفته، انا قفلت الفيديو نضفته ورجعت تاني يا جماعه شغلت لكم الفيديو. طبعا حبيبة لقيتها جايبالي حاجات العروسة عايزة تغسلها، القماشة والحاجات اللي انتوا شفتوها ديت. هنا بقى السجاد بتاعي اللي كان باقي، حطيته عشان اغسله، وغسلته فعلا والله يا جماعة غسلاه. يعني انا غسلاه الساعة 11 بالليل، غسلته لما مالكة نامت غسلته. انا بقى كنت جايبة بهارات فحطيتها، كنت جايبة فلفل اسمر وكمون، ففضيت بقى الفلافل بتاعتي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون حلو، وما تنسوش بقى تحطوا لايكات وشير يا جماعة، وما تبخلوش عليا. ويا رب تكون الفيديوهات كلها بتعجبكم يا جماعة والله. ده طبعا كيس كفتة، انا حبيت اجيبه جاهز كده فحطيته. والمرقة الدجاج ده طبعا آه، الراجل قال لي خديلك مرقتين دجاج بقى طبعا ببقات الفلوس، فانا خدتهم طبعا ما زعلتوش. انا عارفة ان هي بتتعمل في البيت وطريقتها مش صعبة ولا حاجة، بس هو بقى اتهم لي. يعني انا ما بستغناش عن مرقة الدجاج بصراحة يا جماعة، وكلنا ما بنستغناش عنها والله. حطيت بقى البهارات بتاعتي. تعالوا بقى موريكم اللي انا جبته وقولوا لي ايه رايكم. وسعرها حلو جدا ومش غاليه خالص. طبعا دي بتاع سكرية، انتوا هتفكروها بونبونيرة، بس هي سكرية وشكلها شيك جدا ورقيقة، وهي يعني حجمها حلو وجميل ورقيقة جدا، وتشوفوها تقولوا ده بونبونيرة. ممكن نحط فيها حلاوة شوكولاتة حاجات من دي برضو لو عندنا ضيف.
جميلة جدا يا جماعة والله، وسعرها حلو جدا جدا يعني مهياش غالية ولا حاجة، وهتعجبكم قوي. طبعا الكبة الزقنطوطة ديت عجبتني جدا برضو، يعني حبيت ان انا اوريها لكم، وبصراحة عجبتني ولقيتها جميلة جدا وشيك و... وسعرها برضو حلو جدا، سعرها مش غالي. طبعا السلاح بتاع اللي جوه ده القطاعة بتاعتها ما شاء الله جميلة، وانا حبيت اوريها لكم. ما شاء الله بتشتغل اهيت من غير طبعا نحط الفيشة في الحيطة ولا الكلام ده كله. دي معاها الوصلة بتاعتها، دي دايرة الشحن بتاعتها اللي بتشحني بقى كأنك بتشحني موبايل على فكرة. يعني حلوة لو الكهرباء قطعت تستخدميها، ممكن تطحني فيها اي حاجة. يعني لو عندك حتة لحمة ممكن تطحنيها، حتة فرخة ممكن تطحنيها فيها، التوم البصل الكلام ده كله جميلة جدا. حبيت اوريكم طبعا دي جميلة جدا جدا للدبابيس يا جماعة، حلوة جدا للدبابيس. دي تعجبكم برضو للجماعة برضو اللي بيحطوا الدبابيس في